يفقهوا قولي. الإخوة الأفاضل والأخوات الفاضلات المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن عدنا في هذه الحلقة، وكل أسبوع إن شاء الله تستجد الحلقات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الدرس نافعا لنا جميعا. ثم كنا توقفنا في الأسبوع الماضي، طبعا كما لا يخفى على كريم علمكم أننا نتكلم عن كتاب شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، الداء والدواء. وكنا قد وصلنا في مسألة أن القرآن هو شفاء، وقد أخبر، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد أخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء، فقال تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ وننزل من القرآن. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى هنا من ليست من التبعيضية، أي من بعض القرآن. المعني به ليس من بعض القرآن، إنما هنا لبيان الجنس. يقول من هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، فإن القرآن كله شفاء، كما قال في الآية المتقدمة، الآية التي قبلها: فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب. كما ذكرنا في الدرس الماضي أن القرآن شفاء في كل أمر، ليس مجرد أنه شفاء من الأمراض فقط، بل هو شفاء كذلك من أنا أقصد بها الأمراض الحسية، وكذلك من الأمراض المعنوية اللي هي أمراض القلوب، قساوة القلب، وبلاؤه يشفى بكتاب الله سبحانه وتعالى. إذا الإنسان أحس بضيق وحشرجة في الصدر، فإذا جاء وتلا كتاب الله سبحانه وتعالى يشعر بارتياح وسكينة وهدوء ويعالج ذلك. وكذلك هو علاج للجهل، فحينما يكون المرء في جهل وبعد عن الله سبحانه وتعالى وجهل به سبحانه وتعالى وبكتابه وبعلومه، فإن هذا القرآن يشفي جهله، وكذلك يشفي مرضه من الشك. إذا كان في قلبه والعياذ بالله شيء من الشك في دين الله سبحانه وتعالى أو في الله أو في رسله، فهذا القرآن هو شفاء. فقال رحمه الله تعالى: فلم ينزل الله سبحانه وتعالى من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن. ويستدل رحمه الله تعالى أيضا بحديث الذي ورد في الصحيحين، وقال: وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أبو سعيد الخدري ومعه نفر من أصحابه، انطلقوا في سفر سافروا حتى نزلوا على حي من أحياء العرب. حي من أحياء العرب أي قبيلة من القبائل العربية، فاستضافوهم أي طلبوا منهم ما للضيف من حق، طلبوا منهم ما للضيف من حق لأنهم مسافرون، فأبوا أن يضيفوهم. كما قال سبحانه وتعالى في قصة موسى والخضر حينما نزلوا بتلك القرية فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهما، قال سبحانه وتعالى.
فهنا أيضا أبوا أن يضيفوا. قال فلدغ سيد ذلك الحي، أي شيخ تلك القبيلة لدغ، يعني لدغته حية أو عقرب، لم يذكر ما الذي لدغه، أهي عقرب أم هي حية، ولكنه لدغ أيا يكن لدغ، وهذا أمر سام ربما يقتل الإنسان. فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، يعني سعوا بأن يعالجوه بالأدوية، أتوا بقدر ما يستطيعون من الأدوية والمحاولات، فلم ينفعه بشيء لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا، فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين هم أبو سعيد وأصحابه، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أبوا أن يستضيفوهم، فقالوا لعل أن يكون عندهم شيء، نسألهم ربما لديهم شيء من العلاج، ربما يعرفون، لأنه في تلك الفترات لا يعرف العرب، ما كانت تعرف الأطباء، إنما كانت تتعالج بالعلاجات الشعبية، لا فقليل من لديهم طبيب، لأنها كانت لا تزال حضارة أقرب إلى البادية منها إلى الحضارة، أو ليست متحضرة، فكانوا يستشفون، فقالوا لعلهم يعرفون شيئا لأنهم جاءوا من قبيلة أخرى. فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عندكم من فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم والله إني لأرقي، ولكن والله استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لي جعلا. قيل في بعض الروايات أن الذي قال لهم ذلك هو أبو سعيد، فلما جاءوا وسألوهم قال أبو سعيد، أو قال ذلك الرجل، قال أنا أرقي، أنا عندي معرفة بالرقية، ولكن لن أرقي لكم سيدكم هذا حتى تعطوني مقابلا على ذلك، لأنهم تصرفوا معهم تصرفا غير لائق حينما طلبوا الضيافة فلم يضيفوهم، فصالحوهم على قطيع من الغنم، اتفقوا معهم أن يعطوهم قطيع من الغنم، لم يذكروا عدده، فانطلق يتفل عليه ويقرأ، فذهب معهم أبو سعيد رضي الله عنه، أو ذلك الرجل رضي الله عنه، فذهب إليه فجعل يقرأ الحمد لله رب العالمين ويتفل عليه. والتفل هو إخراج شيء من التفال من فمك مع القراءة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وهكذا، إما أن تقرأ مع كل آية أو مع كل كم آية، أو تقرأها بعد أن تنتهي من الفاتحة نفسها. وفي بعض الروايات أنه قرأها عليه 7 مرات، ولكن الرواية هنا تذكر أنه لم تذكر العدد، فقال فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال. سبحان الله، يقول فكأنما نشط من عقال، قام مباشرة كأنه لم يكن به بأس، فانطلق يمشي وما به قلبة فأوفوهم جعلهم الذي صالحوه، يعني أعطوهم الذي اتفقوا عليه الذي هو قطيع من الغنم. فقال بعضهم، قال البعض منهم النفر الذين أصحاب أبي سعيد رضي الله عنهم، فقالوا اقتسموا، يعني يلا هيا بنا نقتسم هذه الغنيمات. فقال الذي رقى لا نفعل حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان. انظر
هنا نستفيد أيضا من أدبهم رضي الله عنهم وتحرزهم من أن يأخذوا شيئا لا يعلمون حكمه، لأنهم يعني فعلوا هذا الأمر أول مرة، لا يعرفون له سابقة، حيث أنهم لم يكونوا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدراكم أنها رقية وكيف عرفتم؟ يؤكد لهم ذلك عليه الصلاة والسلام، فخافوا أن يكونوا أصابوا شيئا من الخطأ وتحرجوا من أن يقتسموا ذلك حتى يستأذنوه عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان أدبهم رضي الله عنهم مع نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم. اقتسموا قسمتكم من هذه القسمة واجعلوا لي معكم سهم، أي واقسموا لي معكم. يؤكد لهم النبي صلى الله عليه وسلم حل ما فعلوا. ثم قال رحمه الله المؤلف: فقد أثر هذا الدواء في هذا الداء وأزاله حتى كأن لم يكن، وهو أسهل دواء وأيسره. ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. يقول انظر لما قال فكأنما نشط من عقال، فقال فقد أثر هذا الدواء في هذا المريض تأثيرا عجيبا، وأزال حتى كأن ما به بأس، ما به مرض، وقام مباشرة. ثم قال ابن القيم رحمه الله: ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. وهنا سيذكر ابن القيم رحمه الله تعالى الشروط التي تحتاجها لأن تنتفع بهذا أو بهذه الفاتحة أو بهذا القرآن عموما. يحتاج لك بعض الأمور التي تتوفر لينفعك، لأنه بعض الناس ربما يقرأ ويرقي فلا ينتفع، فهذه الأمور يبينها رحمه الله تعالى فيما يأتي من الكلام. ثم قال: ومكثت بمكة مدة يعتريني أدواء ولا أجد طبيبا ولا دواء. يقول: جلست فترة في مكة أصابته بعض الأمراض، فكان لا يجد طبيب، كما ذكرنا أنهم العرب لم تكن تعرف الأطباء، وليس بينهم من الأطباء إلا في النادر جدا في بعض المناطق، ولا يجد دواء كذلك. فقال: فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما فكان كثير منهم يبرأ سريعا. انظر أثر هذه الفاتحة. ابن القيم يصف أنه كان يتداوى بالفاتحة فقط فيرى لها أثرا عجيبا. وهنا أيضا تعليق مهم جدا أو أمر مهم جدا ينبغي أن نتكلم عنه، وهو قوله: فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما. يعني بعضهم يأتي إليه ويشتكي من المرض ويقول أن به كذا وكذا وكذا، فيصف له الفاتحة، يقول له: اقرأ الفاتحة على نفسك، افعل كذا، أو اقرأ عليها الفاتحة بالطريقة الفلانية، فكان يبرأ، فكثير منهم يبرأ سريعا. ذكر أيضا أنه ليس كلهم، إنما قال كثير منهم، فلم يقل كلهم. هنا يبين لنا ابن القيم رحمه الله تعالى بأنهم كانوا معروف بقدر رحمه الله وجلالته، فلم يكن هو الذي يرقيهم، إنما كان يأمرهم بأن يرقوا أنفسهم. وهذه مسألة مهمة، أن كل إنسان، أن القرآن لا يشترط له أن يقرأ عليك شخص فلان من الناس أو الشيخ الفلاني أو القارئ الفلاني، أو أن يمتهن البعض منا
هذه المهنة فيجلس يترك عمله ليس له إلا هذه المهنة. هذا لم يؤثر عن السلف، لم يؤثر عن السلف أنهم كانوا يتخذون الرقية هذه مهنة يأكلون من ورائها، إنما كانوا ينفعون إخوانهم أحيانا، مثل ما فعل أبو سعيد وأصحابه. أحيانا إذا أرادوا فيأتي محتسبا لله يفعل ذلك، ولكن ليس من هدي السلف رحمهم الله أن يتخذ البعض هذه الطريقة مهنة لهم يقتاتون ويأكلون منها. فقال رحمه الله أنه كان كثير منهم يقرأ، يعني لا يشترط لك أيضا أن يقرأ عليك الناس، إنما تقرأ على نفسك، تقرأ على نفسك. وطريقة القراءة لو قرأت عنها في الإنترنت ستجد صفات كثيرة أو يصفون لك الطريقة المناسبة وأنت وإيمانك. ثم قال رحمه الله تعالى: ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو ما كنت أتحدث عنه أنه سيذكره بعد قليل ابن القيم، وهو كيفية تأثير هذا القرآن في هذا المريض أو في نفسك، في هذا المريض إن رقيته، أو في نفسك إن رقيت، إن قمت بالقراءة على نفسك. وهو أن الأذكار، يقول: ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الأذكار والآيات أو الأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية. الأصل أنها نافعة شافية، ولكن تستدعي قبول المحل. أول شرط تستدعي قبول المحل، وهو من الذي تقرأ عليه، أو نفسك، وقوة همة الفاعل، قوة همة الفاعل الذي هو الراقي الذي يرقي، وتأثيره. فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المنفعل. المعنى أنه لابد من الأمر الأول، وهو أن الإنسان الذي يرقى لابد أن يؤمن بأن هذا شفاء حقيقي. فلو كان عنده قليل من الشك أو شيء من الشك الذي يمنع الشفاء فلن يكون له أثر في نفسه. وكذلك القارئ الراقي الذي يرقي ينبغي كذلك أن يكون عنده قوة اعتقاد وإيمان بما يفعل، وأن هذا الشخص سيبرأ. فلا بد من توفر الاثنين، حتى أو من توفر الاثنين حتى يكون لهذا القرآن أثر. كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى: هو في الأصل شفاء. لنضرب مثالا مثل الأدوية. بعض الناس يذهب إلى الطبيب والطبيب يعطيه الدواء، فيعتقد أن ما يقول هذا، خاصة إذا ذهب إلى طبيب حاذق ومعروف بأنه متخصص في هذا المرض الذي أصيب به، فأعطاه العلاج فيأخذه وهو مؤمن أنه بحول الله وقوته سيكون له شفاء، فيشفى بإذن الله سبحانه وتعالى. فأما إن كان يعتقد أن هذا لا يحسن وأنه طبيب إنما ذهب مجبرا، فتجد أنه لا يبرأ من ذلك المرض. كذلك هذا القرآن لابد أن يتوفر فيه الاثنين: قوة القارئ وقوة المقروء عليه. ثم قال: أو لعدم قبول المنفعل أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء، كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية، فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء، وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضاء أثره. فإن الطبيب إذا أخذت الدواء بقبول، فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به
بحسب ذلك القبول. فكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعاويذ بقبول تام، وكان للراقي نفس فعالة وهمة مؤثرة في إزالة الداء. هذه الأمور مؤثرة جدا في العلاج والشفاء. فإن كذلك من الموانع ربما الذنوب. المرء سبحانه وتعالى يعني يمنعه الله سبحانه وتعالى من أن يؤثر فيه القرآن. لماذا؟ لأنه بينه وبين القرآن حواجز. ربما يكون إنسان مسمى بالاسم، اسمه مسلم، اسمه كذا، ولكنه هو بعيد عن القرآن، لا يصلي ولا يعرف الله سبحانه وتعالى. ربما يقرأ عليه القرآن هو أصلا ضعيف، أو ربما عنده قوة ولكن لا ينفعه. وهذه إرادة الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. ربما قائل يقول هذا الرجل، هؤلاء النفر الذين نزلوا بهم لم يكونوا مسلمين، ومع ذلك انتفع هذا الراقي. لعلها سبحانه وتعالى أراد الله شيئا ليتعلم الناس، ليتعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليكون لهم درسا. لأنهم كما ذكرنا في بداية الدرس أنه أول مرة يفعلون هذا، ولم يكونوا يعهدون هذا الأمر. ولهذا السبب رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عما فعلوا، فذكر لهم أنهم أصابوا فيما فعلوا. ثم قال رحمه الله تعالى: وكذلك الدعاء، فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف أثره عنه، إما لضعفه في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله سبحانه وتعالى لما فيه من العدوان. الآن ابن القيم رحمه الله تعالى انتقل لأمر آخر من أسباب الشفاء أو الأدوية النافعة للعبد، وهو الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. إذا دعوت وفي إيمانك يقين كامل أن الله سبحانه وتعالى سيستجيب لك، أبشر بالإجابة. لا بد هناك يقين. فقال رحمه الله تعالى: ربما لا يجاب لهذا الدعاء لأسباب، منها إما أن يكون دعاء لا يحبه الله سبحانه وتعالى، فيه ظلم وفيه تعدي وفيه افتئات على الناس وفيه عدوان، كما ذكر، بأن تدعو على أحد ظلما وعدوانا بما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى فلا يستجاب لك. وقال: وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء. بمعنى أن الإنسان ربما أحيانا يرفع يديه يدعو الله جل وعلا، وتجد أن قلبه هكذا، يعني تجده وجهه متجه وهو يقول ما تدري ما يقول أو ما يدري ما يقول. فلا بد من حضور القلب واجتماعه على الدعاء، يكون بخضوع وتذلل ورجاء وخوف ورهبة وإنابة، يجمع أمره وشمله في هذا الدعاء، ثم يرجو الإجابة. فيقول رحمه الله تعالى: فيكون بمنزلة القوس الرخو جدا، القوس الذي ترمى به السهام. فإذا كان القوس لم يكن مشدودا مرتخيا فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفا. إذا لم يكن القلب قوي في دعائه ومتوجه إلى الله سبحانه وتعالى
يكون من أسباب عدم الإجابة، وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام ورين الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والشهوة واللهو وغلبتها عليه. كما كنا نذكر أن هذه الأمور مانعة من الشفاء والعلاج، من الدواء، لأن الإنسان اسمه محمد، أحمد، عبد الله وهكذا، ولكنه بعيد عن الإسلام، لا يصلي، لا يصوم، لا يعرف الله جل وعلا، ثم يرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب، كما ورد في الحديث: ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام أو وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. فهذا الإجابة عنه بعيدة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب له، أي بمعنى أنها بعيدة جدا لما حصل من الموانع الكثيرة التي تمنع إجابة الدعاء، مثل ما ذكر هنا شيخ الإسلام من أكل الحرام، وأيضا كثرة الذنوب التي أصبح القلب منها ران، كما قال الله سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ران بمعنى غطاها كثرة الذنوب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، فقال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب رفضها نكتت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تصبح القلوب على قلبين: قلب مرباد كالكوز مجخية. مرباد يعني أسود شديد السواد، كالكوز مجخية بمعنى كالكأس، كأس الماء، إذا جئت تريد أن تصب في كأس الماء لابد أن يكون معتدلا حتى يدخل فيه الماء، وأما إن كان مقلوبا هكذا مهما صببت فيه من فوقه من ماء فإنه لا يدخل فيه. فهكذا يصبح القلب من كثرة سواده يكون كالكوز مجخية، منقلب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فإذا كان هذا القلب في هذا الوضع فإنه لا ينفع معه الدعاء إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، وذلك شيء له. إنما هنا نحن نذكر الأسباب، وليس معنى أن هذا مستحيل ولا يكون، فربما يستجيب الله له، فذلك شأن له جل جلاله، لا أحد يعترض على فعاله، ولكن نحن نذكر الأسباب، أو شيخ الإسلام هنا يذكر الأسباب التي ذكرها الله جل وعلا. واستيلاء الغفلة والشهوة واللهو وأكل الحرام والبعد عن الله، كل هذه من أسباب موانع الشفاء، سواء الشفاء للقلب أو كذلك الشفاء للبدن. حينما يقرأ عليه القرآن ربما ما ينفعه، ولله الأمر من قبل ومن بعد، كما ذكرنا أنه ربما يشفى وينتفع لحكمة يريدها الله جل وعلا. فإذا هنا أن الرقية والدعاء لا بد له من توفر شروط القبول، شروط الشفاء، شروط العلاج، حتى يكون نافعا بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما أن يكون بمجرد هكذا غفلة وهو بعيد عن الله سبحانه وتعالى ففي الغالب أنه لا ينتفع. وأرى أن الوقت قد داهمنا وانتهى وقت الحلقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله مباركا، وألتقي بكم في الحلقة القادمة بإذن الله جل وعلا، وأنتم وإياي على خير. صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكواه، ودموع الذنب تبلله، والكمد يعاود لهواه. أواه أواه.